السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايبت لكم خلطة لشد البشرة وكمان للتصبغات، رائعة جدا من مكونات بسيطة من منتجات دي اكس ان. بس في عنا خطوة قبل ما تدهني الكريم، لازم تغسلي بصابونة الجانوزي برضو كمان من شركة دي اكس ان. صابونة الجانوزي بتعمل على تفتيح البشرة وبتساعد على إزالة كمان التصبغات، وهي مصنوعة من زيت النخيل والجانوديرما، اللي كلنا بنعرف إنه الجانوديرما بترمم كمان البشرة وبتعطيها إشراقة وبتجدد الخلايا. بعد ما تستعمل الصابون ادهني الكريم وحاولي تعمل فيه مساج للبشرة لحتى تاخدي نتيجة. تعالوا معنا لنشوف ايش بدنا نستعمل من منتجات دي اكس ان لشد البشرة. اول شي رح نستعمل بودرة اللؤلؤ، معلقة صغيرة. رح اعملكم كمية بسيطة لاني انا عاملة كمية وبستخدمها. المكون الثاني اللي معنا اللي هو كريم شجرة الشاي، يعتبر من خلاصة زيت شجرة الشاي. طبعا هو ملطف للبشرة وكمان بيحميها وبيمنع التصبغات الجلدية والبثور اللي بتكون على البشرة، فهو كتير منيح للبشرة. المكون الثالث اللي هو معجون الجانوزي، مصنوع من فطر الجانوديرما، 80% منه فطر الجانوديرما و20% منه منثول خلاصة النعناع. طبعا بفتح البشرة وبيعطيها انعاش وكمان بيساعد في إزالة البثور وآثارها، فهو بيفتح مسامات البشرة وبتستقبل الكريم بطريقة أفضل. المكون الأخير اللي معنا اللي هو زيت الجانوديرما، طبعا بيعطي رطوبة للبشرة، بيخفف من التجاعيد ويجدد خلايا البشرة لأنه مدعم بالفطر الريشي. كل المنتجات اللي ضفناها طبعا هي مفيدة للبشرة، سواء بتفتح البشرة أو بتمنع التجاعيد أو كمان البثور والحبوب والتصبغات الجلدية. بالنسبة لبودرة اللؤلؤ، في على اليوتيوب عندي على القناة فوائد بودرة اللؤلؤ، راح أحط لكم الرابط أسفل الفيديو. خلط المواد كلها، طبعا أنا أعطيتكم القياسات 100% مظبوطة، راح تكون معك إذا استخدمتي نفس القياس. اعملي الكريم وتركيه في البراد، كل ما استعملتي بتحسي هيك بانتعاش في البشرة. أنا بحبه يكون بارد، بيعطي رطوبة للبشرة وبرودة وبنفس الوقت انتعاش، فكتير مهم انك تخليه في البراد. انا استخدمت هاي الكيسات، رح تطلع معاكي 100%. اذا انت حبيتي تعملي كمية اكبر، طبعا ضيفي كريم الشاي كله، معجون الاسنان كله، معلقتين زيت الجانو، وكمان معلقة كبيرة من بودرة اللؤلؤ. هاي الكمية اللي عملتها أنا بتكفيكي تقريبا أسبوعين إذا استخدمتيها الصبح والمغرب. طبعا اعملي فيها مساج للبشرة لحتى تتشرب، هذا كفيل إنه كمان يساعد في شد البشرة وتفتيحها وإزالة أي تصبغات منها. كتير راح يساعدك المساج إنه كمان تشد، كل ما عملتي مساج أحسن يكون بتشد البشرة أكتر. اعمليها واعطيني رأيك، وإن شاء الله بيعجبكم الفيديو وبتعجبكم الخلطة وبتستفيدوا عليها. بستنى منكم كومنتاتكم الحلوة اللي زيكم، وإذا لسه ما حطيتوا لي لايك روحوا حطوا لي لايك لحتى دايما أدعمكم بالفيديوهات المفيدة والحلوة. لاحظوا إيدي هون كيف لما عملت المساج اتشربت الكريم.